السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي يوميات إيمي. الفيديو بتاع النهاردة أنا عاملة لكم جولة داخل فندق نيو كابري، وهو موجود داخل محافظة الإسكندرية. وعايزة أقول لكم بقى إيه العنوان بتاعه في منتهى السهولة. هو في محطة الرمل، عنوانه 23 شارع المينا الشرقية، ميدان سعد زغلول، ورا على طول الغرفة التجارية. وكالعادة أنا بحب لما أروح مكان يعجبني أو ما بيعجبنيش أصوره لكم عشان خاطر أقول لكم الريفيو بتاع المكان ده. كده دخلت الفندق على طول جنبه الأسانسير. الفندق 3 أدوار، الدور الثامن والتاسع والعاشر. طبعا عشان خاطر نوصل للدور الثامن هنطلع لحد السابع بالأسانسير، وهنطلع دور على رجلنا. ده شكل كده الريسبشن. هو صغير شوية، لكن برضو أحب إن أنا أشكر الاستاف اللي موجود داخل الريسبشن. هم ناس متعاونين وناس مهذبين. تعالوا يلا بينا أوريكم شكل الغرفة من جوه عاملة إزاي. الغرف طبعا بتختلف على حسب عدد أفراد الأسرة بتاعتك. في بيكون غرفة وفي بيكون سويت. في طبعا غرفة بسرير واحد وسريرين، وفي بأربع كمان سراير. أحب بس أقول لكم رأيي الشخصي. أنا شايفة إن الغرف اللي ليها بلكونة وبتطل على الكورنيش هي أحلى وأنظف، وكمان كموقع بيبقى موقع ممتاز جدا. تعالوا أوريكم. بص الفيو بتاع البلكونة، بيبص ويطل أهو على الكورنيش وبيبص على البحر على طول. حاجة في منتهى الجمال. طبعا بيبقى متوفر داخل الغرفة في شاشة تلفزيون، وفي تكييف هواء، ودولاب تشيل الملابس بقى بتاعتك، ومراية كمان موجود في التويليت. في سخان. احب بس انوه ان في غرف بتكون شباك. الغرف اللي هي الشباك يا جماعة بتلاقيها بتطل على السطوح، وطبعا الفيو بتاعها وحش جدا وما يعجبكش. فانا لما رحت ساعتها كانت الغرفة في اليوم عاملة 550 جنيه وقتها. طبعا الاسعار بتختلف من وقت للتاني. طبعا الغرفة دي كانت شاملة هناك الإفطار، والإفطار هناك بيكون بوفيه مفتوح. أنا هنا طلعت الدور اللي بعده، حبيت ان انا اصوره لكم. هو الصراحة برضو الدور دوت من ناحية النظافة والهدوء هو نظيف جدا، وكمان تشعر كأنك قاعد بالظبط في بيتك. يعني الدنيا هناك مرتبة ومنظمة، وكمان الاستاف اللي هناك ناس محترمين. ادي كده الشكل هنا الداخلي. كمان انا حبيت ان انا اشارككم واوريكم شكل الافطار اللي احنا فطرناه، علشان خاطر تكونوا على علم بكل شيء موجود هناك. متوفر كاميرا كمان اهوت، يعني في امان بالنسبة للناس اللي هتنزل. ما تقلقوش جدا، في امان هناك. المكان هناك مميز لان هو تقدر توصل من خلاله في اي مكان. موقع ممتاز. ادي شكل كده الكافيه اللي احنا قعدنا فطرنا فيه الصبح. في عاملين قاعدة كده ارابيسك بالكنب والكراسي، وكمان ادي شكل مكان الاستاف اللي بينزل الاكل. وادي الترابيزات والكراسي. الشبابيك بتطل على سطوح من المكان بتاع الافطار. يعني من بعيد هنشوف البحر، لكن ما تبص من الشباك هتلاقي نفسك بتبص على السطوح. ده شكل الافطار يا جماعة. الافطار هناك بصراحة يعني هو طازة، واضح الاهتمام بالنظافة. اختيارات متنوعة وفريش يعني. حطيت لك كل حاجة انت ممكن تكون على بالك او مش على بالك موجود ومتوفرة. هو طبعا بس الريفيو بتاعي انا زي ما قلت لكم. انا هو طبعا عشان متوفر فيه هناك النت هناك بطيء جدا. النظافة هنلاقي فيه غرف اللي هي اللي فيها البلكونة هنلاقيها نظيفة. الغرف اللي فيها الشباك مش احسن حاجة. حتى في الفيو بتاع البلكونة هنلاقي فيو البلكونة حلو جدا، وفيو الشباك هنلاقيه بيبطل ويبص على السطوح اللي انا قلت لكم عليها. هو طبعا الفندق واخد نجمتين في محطة الرمل. اسعاره رخيصة زي ما احنا قلنا، يصلح طبعا لقضاء يعني ليلة او ليلتين بالكتير. هتلاقي تحت الفندق طبعا يعني
سوبر ماركت كتيرة، وهتلاقي ان انت بتقدر توصل لحاجات خدمات كتيرة انت محتاجها. منها تقدر تروح للمنشية، وتقدر منها ان انت تروح للكورنيش، ومنها ان انت تنزل تتمشى لحد القلعة. يعني المكان بصراحة مميز ان انت توصل له وتروح له اي مكان انت محتاجه وانت عايزه. زي ما نوهت كده في الفيديو ان الاسعار بتختلف من كل وقت للتاني. هحب كمان اقول لكم العنوان مرة تانية، هو 23 شارع المينا الشرقية، ميدان سعد الزغلول، محطة الرمل، اسكندرية، خلف الغرفة التجارية. لو حد طبعا عايز يحجز في المكان، انا صورت لكم شكل المكان اهو من تحت، هحط لكم ارقام تليفونات الاوتيل، هحطه لكم في صندوق الوصف، عشان لو حد عايز يوصل له او حابب ان هو يحجز. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لي بقى لايك، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.